بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تتلاقوا من جديد في حلقة جديدة. رمضان مبارك سعيد، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. صنتوا لي اليوم مزيان، صنتوا لي، تبعوا معايا مزيان اليوم. الجرائم المتعلقة بالتقنيات الحديثة أو الجرائم الإلكترونية. الجرائم المتعلقة بالتقنيات الحديثة أو الجرائم الإلكترونية. شنو هي الجرائم هذه؟ نعاود لكم بعدا واحد القصة باش ندخلوا نشرحوا هاد الجرائم المتعلقة بالتقنيات الحديثة، لأن هاد الجريمة عندها علاقة بهاد الشيء اللي غنقول. واحد الولد جالس مع صاحبه، هو يجبد التليفون، دري كبار يجبد التليفون، تيوريه بعض الحوايج، تيوريه بعض الفيديوهات، تيقول شوف هاد الفيديو، شوف، تيوريه ويقول لي شوف هاد خيتي، شوف هاد خيتي، هذا صورة واحد خينا صيفطها ليا، هو يشوفها. الآخر تيشوف واحد البنت واحد المشهد الخلاعة، واحد المشهد خيب، واحد المشهد مطيح يطيح بالحياء، مخيل بالحياء، وبقى تيشوف. هذاك الولد عرف هذيك اختو، عرف اختو، واخا ما كاينش وجهها، ولكن عرف اختو من داك اللباس التحتي اللي باقا لابسه وهي فوق واحد الفراش. ما بغاش يقول لي هذه اختي، ما بغاش يقولها لي، ويقول ليه شكون صيفط لك هاد التصويره هذه؟ قال لي علاش بغيتي نصيفطها لك؟ قال لي صيفطها ليا. هو صيفطها ليه، وشكون صيفطها؟ قال لي واحد صاحبي مسخور، هاد صاحبك هذا فين صور هذه؟ قال لي ما عرفت، غير صيفطها ليا. قال لي شكون هذا صيفطها؟ شكون صاحبك هذا؟ كذا كذا. بقى تيسولو فين؟ قال لي فلان اللي تيكون معنا بعض المرات وكذا وكذا وكذا. هذاك اش دار؟ مشى لدارهم، هز واحد الجنويه ومشى لعند داك الولد، وقف عليه، قال لي السلام عليكم. قال لي السلام. قال لي انا نصيفطك واحد الفيديو، شوف واحد الفيديو غنصيفطو لك. قال لي فين؟ قال لي ها هو بارطاجيه معاك، شوف على منظر. قال لي هاد خيتي، هادي راه مع واحد صاحبي هو اللي صيفط لي هاد الفيديو هادي، واحد خيتي معروفه، واحد كذا كذا. الاخر باقي تيهضر معاه، باقي تيقول لي على البنت اللي مصوره تما، باقي ما قال ليه تنعرفها ولا شي حاجه. قال هي مشوهه، تمشي مع واحد صاحبي ومشوهه وتدير تفعل معاه وتترك معاه. الاخر جبد المسوي، ضربوا الكلاوي، ضربوا لهنا، ضربوا. الاخر طاح تما، هزوه المستشفى، جاو البوليس، لقاو القبض على داك خينا. قال لهم اسيدي هذا تيصور اختي مصورها، ها هي، وتيبارطاجي التصور ديالها، اختي هذه. ما مشاش عند اختو يسولها ولا يمشي عند يبدا القصه من الاول، لا، بداها من الاخر، مشى عند السيد ضربو. البوليس مشاو عند هذاك المستشفى، الحوس خد ضرب جهه كلاوي، بقى حي، وداوه المستشفى ديال السويسي، وتبعوه البوليس تما تيسولوه. قال لهم اودي انا ماشي انا اللي صورت، فلان هو اللي صيفطها ليا، وفلان هو صاحب هذه البنت، صاحب البنت هو صيفطها ليا، وانا صيفطها لواحد الدري صاحبي ولا ما عرفت، قالها لي ولا ما عرفت فين. راه كاع الدراري تيبارطاجيو، كلشي تيبارطاجي. قال ايوا رجعوا عند داك شدوه، هذاك شدوه بعدا في الضربه الاولى ولقاو عليه القبض. قال لي واحد الضابط، قال لي علاش ما تمشيش لاختك اللي دايره ديك الشوهه ومعريه، اختك علاش ما مشيتش لها؟ قال لي لا، انا اختي ما كانتش في الدار، فاش هاد خينا قال لي داك الشيء، اختي ما كانتش في الدار، مشيت ليدير زيت موس ومشيت ليه، انا كون لقيت اختي كنقتلها وكذا 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 وكذا. جابوا هذاك اللي صورها معاه، قال لهم انا عندي علاقه بها وانا ما كاينلاش نكذب، وهذا التليفون ديالي وكنا مقصرين وتصورنا وصافي، وصورت هذاك صاحبي تيصحابني ما غيخرجهاش. ان هذاك ضحيه، داك اللي مشى السويسي ضحيه ديال داك الضرب والجرح. قال لي واحد السيد بدا تيدير التيوات، تيدير ليه التيوات، وهذا باش عايش بالتيوات. شوف اش من عمليه داروا ليه. بالنسبه لهذاك اللي بارطاجا تعتقل وجات البنت قدموه للعداله، لان هذه كما قلت لكم الجرائم الالكترونيه او الجرائم المتعلقه بالتقنيات الحديثه اللي ولاو دابا تنشوفوا الناس يبارطاجيو تصاور من هنا لهنا، من هنا لهنا، تصاور خايبين بلا ما يشعر تيبارطاجيهم، بلا ما يشعر تيبارطاجي. نهار تيتشد داك اللي عنده التصويره
تيجيبوا داك اللي بارطاجا معاه، داك اللي بارطاجا معاه. هذا ها هو مع بنت اش قالت لي صيفط لصاحبو، صاحبو صيفط لواحد اخر، الاخر بينها الخوا. شوف فين ولينا، الخوا عرفها ولو جاب بعيدش، ومشى دار كارثه، قدم العداله، مشى الحبس. هذه من جهه. تلاحظوا دابا هاد الجرائم الالكترونيه ولات دابا تخرجوا منهم جرائم اخرى ولا تخرج. نعطيك مثلا الابتزاز الجنسي. شنو هو؟ شي واحد تيصور شي واحد في شي حاله مخله، تيصوروا وتيبقى يبتزو بالفلوس كما تيواشين تيهاكيو، تيبداو يبزوه، يعيط عليه يقول لي هذه راه تصورتك، لما صيفطتيش لينا غنديروا لك وغنديروا لك. وهنا تنقول شي واحد الا بغى يبتزك بهذه الطريقه هذه، صورك تكون امراه ولا راجل ولا بنت ولا كذا ولا كذا، ما عندوش حق يصورك، وما عندوش حق يشد جي فيديو ديالك وانت تتهضري الكلام ديالك ويصيفطوه هنا ولا هنا، ما عندوش حق، وما عندوش حق يتبتز. والواحد اللي تكون ضحيه ديال هذا الشيء هذا احسن ليه يمشي عند البوليس، ما تعاقبش، هو اللي يتعاقب. تقول لهم واحد راه شد فيديو ديالي وتبتزني به، ها هو الفيديو ديالي سيدي، ها هو انا داير هذا الشيء، ولا انا داير هذا الشيء، هذه انا، وهذا السيد تيبتزني، يقول لي ارونا نشرو، زرب به، البوليس غيجيو غيشدوه يدوه الحبس. واليوم الحمد لله عندنا فرق، جميع السلطه القضائيه ديال المغرب تيشدوا البورطابل، تعرفوا شكون اللي صور وشكون فين مشات وشكون من عطاو ولا من عطاو ولا من عطاو، شكون اللي دور هذا شكون اللي بارطاجا، تعرفوا كل شيء، مكاينش مشكل. حاله اخرى بغيت نهضر عليها كما قلت لكم دابا، غادي خصكم ديروا راسكم، الا كنتي ضحيه ديال التصوير وديال الفيديو ولا شي حاجه، غير سير قيد به، ولكن ما تتعاملش معاه، عندك تعطيه فلوس. راه هنا الا بغيتي تسترس زعما نقول نعطيك فلوس، اسكت تيهدك تقول لهم بغيتي شي غنشر لك هذا الفيديو، ما بغيتش تعطيني غتصيفط لنا قدا وقدا، ما بغيتش نشر لك هذا الفيديو، سير قيد به عند البوليس، سير سجل شكايه ضده باش تحبسو. سينو راه غتصيفط ليه عاوتاني غيدوز لك واحد 15 يوم، شوف زيدنا واحد 500 درهم، شوف زيدنا واحد 2000 درهم زيدها لينا، راه صاحبي ما بغاش داك اللي معايا قال لك لا يزيدنا، يبقاو يحلبوا فيه تيخرجوا منه. كاين اللي مشات لهم الملايين. نتمنى من الله رسالة توصل، وغادي ندوزو الحلقه ديالنا ديال اليوم. الجريمه ديالنا ديال اليوم من الجرائم اللي حكاهم ليا صديقي وصاحبي ولد السي عبد السلام ابو حسن السملالي. والسي عبد السلام ابو حسن السملالي كما قلت لكم واحد عامل شرطه، راجل قديم اللي كان من البروموسيون الاولى اللي تكونت منها الشرطه بالمغرب بعد خروج الاستعمار. وهذا هذا الشريف هذا الله يرحمه كان عامل شرطه وخدم بزاف المدن، وخدم في مراكش. وديك المره حكيت لكم عليه ولا حياته شكون هو، ولكن تلقيت واحد المكالمه هاتفيه عليه. واحد السيد قال لي ودي انا واحد راجل كبير في العمر وعندي 82 عام، قال لي وانت هضرتي على الشريف ابو حسون؟ قال لي فعلا هذاك السيد راه كان عامل شرطه من العمداء الاولين في المغرب، من العمداء الاولين، لان كما قلت لكم الرقم ديالو الماتريكول ديالو 792. يلا كان عندنا في البوليس 700 واحد، بغينا نقول او 800 واحد او 1000 واحد اللي كانوا عندنا، اللي اليوم الحمد لله الالاف اللهم لك الحمد. وقال لي عليه انا كنت في المقاومه وانا مقاوم ومعروف مقاوم، ما عندي ما يثبت بان مقاوم، عندي الوثائق ديالي وتهلط فيه الدوله. نقول لك واحد القضيه، ذاك الراجل قال لي عاوننا بزاف في المقاومه، عاوننا وهو عامل شرطه، وعاوننا ذاك الراجل، عاوننا حنا رجال المقاومه في ذاك الوقت، وكان تيمدينا يد المساعده خفيه، ومع انه كان في البوليس وكان ديك الساعه مع ذيك الايام الاولى، الايام الاخرى باقي الاستعمار ما خرجش، ولكن تكون البوليس عندنا ديك الساعه. قال لي كان تيعاوننا، هذاك راه مقاوم السي الخراز، راه مقاوم كبير. قلت لي اش غنقول لك؟ الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، هادشي اللي غنقولوا ليه، نطلبوا ليه الرحمه، ونطلبوا كاع الرجالات ديال الدوله اللي توفاو واللي ماتوا، رجال ديال المقاومه الله يرحمهم. ولكن كما قلت لكم ولدوا عاود لي بعض المساطر اللي خدمهم هو، ومنهم المسطره اللي فاتت قلتها لكم، والمسطره ديال اليوم. المسطره ديال اليوم
اللي بكثرة الهضر عاود لي عليها كامله. با عاود لي هو عنده كوبي ديال المسطره لان كانت تكتبوا الفرنسيه، مكتوبه بالفرنسيه، وبا حتى هو عاود لي عليها على هذه القضيه هذه، با عاودها ليه وعاود لي بالمسطره، المسطره عنده، وعاود ليه با هكا بينه وبينه. وقال لي هذه القصه هذه، هذه الجريمه خصك تعاود دير لها واحد العنوان. قلت له شنو العنوان اللي غندير لها؟ قال لي دير لها الحنه بلا محنه. الحنه تندو في الرجلين وفي اليدين بلا محنه، وانا نعاود لكم شنو الحنه بلا محنه. وكانت قصه زوينه وعجبتني، وقلت نحكيها لكم. هذه الجريمه هذه وهي جريمه واقعيه وقعت في مراكش، والناس قدام ديال مراكش تعرفوها، لانها هذه المراه درت واحد الفعله خايبه وتشوهت وشوهوها. كان واحد جوج عائلات دوك في البدايه ديال الخمسينات، شوف شحال من عام. كانوا جوج عائلات ساكنين حدا مزوجات. هذه راجلها خدام في مراكش وصنايعي، راجل صنايعي تيخدم كل شيء، والاخرى راجلها خدام في الدار البيضاء. هذيك اللي راجلها صنايعي امراه كبيره في العمر، امراه كبيره وباقا مجهده صحيحه، والاخرى بنت صغيره ان رجلها هو كان صغير، ورجلها كان خدام في الدار البيضاء، وكان تيجي من الدار البيضاء من السيمانه للسيمانه. ولكن هذيك مراته اللي مخلي شكون اللي حاص عليها ومقابلها وكذا؟ هذيك المراه الكبيره وراجلها. اي حاجه بغاتها تيدخل لها راجلها للدار، اي حاجه يصاوب لي هذه يصاوب لي هذه، قد هذا الباب قالت لها شي حاجه بغات تسخر، هذيك المراه تسخر لها. ومن تيكون ذاك المعلم الصنايعي تما حيت هو عنده المحل ديالو قريب للدار ديالو، اي حاجه تيقضيها لها. كانوا تيدخلوا عند بعضياتهم، وحتى من تيجي راجل اخرى من الدار البيضاء عايشين عيشه وحده. اجي تاكلي معنا اليوم، اجي ناكل معكم، فين كا هذه سربي راسك، هاك عطيهم اياك يذوقوا اليوم هكذا. كانت عندهم واحد 10 بحال عائله وحده. هذاك الراجل الصنايعي كان زاد فيه شويه، حتى ولا بعد تيجي من الخدمه تدق عليك المراه الاخرى تيقول لها واش طيبتي اليوم؟ تقول لك كذا وكذا، تقول مرتو شنو انت طيبتي؟ تقول لك تقول لها اخرين تغدى عندها، تمشي تغدى عند اخرى او تيتغدى في دارو. بعض المرات مرتو تتسول فيك انت، تقول لها مشيت غير نسمع هذه شويه وداني نعس تما عندهم في الدار، ولا تتكا عندها في الدار. راجل ولا مكلف بالدور بجوج، ولكن الراجل تيجي من الدار البيضاء ما كانش عنده شي حاجه فيها شي حاجه مانع. با فلان هو معنا، هي كذا، اجي جلس معنا، اجي ريح معنا، هذا ديما تيدخل عند السيده، ديما تيدخل حتى ولا تيشكر لها ما كلتها بزاف، ولا تيقول لها مرتو خليني نمشي ناكل عندها تعجبني المريقه ديالها، خليني نمشي ناكل عندها تعجبني الحلاله ديالها. ولا معمر عندها بزاف. المراه شويه دخلها الشك، بقات تقول راجلها وما تبقاش تدخل عندها، حتى يجي راجلها تقول لها علاش ما ندخلش، شنو كاين كذا تيجبع عليها وتيغوت عليها. هذا الشيء خلق لهم مشكل بعضياتهم. المراه بقات حارصه راده بالها متبته مع ماشي كيما كانت الايام الاولى تتخليه يدخل يخليه يخرج، واخا هو غلب عليها، هو مجد عليها وقال لها ما تمنعيني شيء، ولا ترد البال واش دخل عندها ولا ما دخلش عندها، ولحظاته تيدخل عندها. ولات السيده تطلع من السطح وتبطل عليهم من الفوق، ولا تدير هكا، ولا تشوفوا فين دخل، تتصنتيهم على الباب، من تيجي شبعات تقول تاخذ السيكليتي عندها. هذا الشيء بسال بزاف. واحد المره بقات نخاصم عليه قدام راجلها، وراجلها غادي يحس بشي حاجه، وكان يمنعها كاع باش تدخل عندنا ما ندخل عندها. استغلت واحد الفرصه، كانوا مجمعين كاملين، وهي تقولها قالت لي شوف فلان انت راك جارنا وحبيبنا وخونا وحنا عائله وحده، ولكن هذا تيبسل، راه ما بقاش ياكل عندي، تياكل عند المراه ديالك اللي طيباتو تياكل عندها. تيقول انا غنمشي نتكا عندهم واحد الجرده، غنمشي نجبد في الجرده. ايوا الله يعطيك الصحه، انا ما عجبنيش هذا الشيء، انا قلت ها هو الراجل تيسمع، حنا ما خصنا شي تشوفها خايبه ولا كذا ولا كذا. هذاك الراجل قال لا انا ما كاين حتى شي مشكل، هذيك راك بحال بنتوك، بحال عائلتك، بحال اختو،
ما عندي حتى شي مشكل، ما تقوليش الحاج هادشي هذا، لا حنا عائله، حنا خوت، شكون اللي حاضي لي مرتي في الغبر ديالي، شكون اللي تسخر ليها واللي بغات يصلح ليها واللي بغات يدير ليها فعلا كذا كذا كذا. اوف، العمليه خرجت عندها خاويه، ديك التغريقه اللي بغات تخرج خرجتها خاويه. ولكن السيده بقات تجمع في قلبها، ان راجلها ما بغاش يرسى. ولات هذيك السيده متى تبغي تمشي لدارهم هو اللي ديال دارهم، المعلم الصنايعي، يلا نوصلك، غتمشي ولا راجلها ما كاينش، من الاسبوع لاسبوع تيجي في الويكاند كما تنقولوا تيوصلها لدارهم. ولا ما بغاش يطلق من ديك المراه، ما بغاش يبعد منها. اش وقع بيناتهم يعلمه الله، ولكن احنا جايين في سرد القصه اشنو غيوقع. هذيك المراه تاكدات بان راجلها تيخونها مع هذيك، تاكدات ملي كطلعوا فوق السطح والطلان والسميع وكذا، اكدات ما بغاش تقولها لراجلها، خاف تقولها لراجلها يدير شي مصيبه، خاف تقولها راجلها يمشي يطلقها هي نيت وهي تتخاف منه، وبقات تتقلب على شي لعبه ديالها ليها. هضرت مع ديك السيده قالت لها منعي راجلي يدخل عندك. الاخرى تقول لها علاش غنمنعو؟ انا ما نمنعوش، لا باغي يدخل، انا اللي بغا يمنعو راجلي، اما انا معتبر بحال واحد من عائلتي، بغى يدخل عندي يدخل، بغى ياكل عندي يدخل، وانت بنتي لي فيك الحسد، وليتي كذا، وليتي فيك الشك، وليتي كذا، وليتي كذا. هذيك المراه ما بغاتش تعيق تقول راه عاق بينا، راه مرتو عاقت بينا، لا تجبها، تقول لها جمعي فمك ما ديروا شيء، ما تعملي شيء وكذا وكذا، وهذاك راه يدخل عندي يوم غدا وكذا وكذا، بحال تحاماو عليها، اش دارت هذيك المراه؟ نعلت الشيطان ورجعت للور وقالت ما كاين مشكل، ولكن بدات تفكر في الانتقام. شنو هو الانتقام اللي فكرت فيه؟ ردت الامور كما كانت، خلات الامور كما كانت، وخلات راجلها تيمشي عند داك حيتي تياكل عندها، وخلاه تيمشي نعس عندهم في الجرده كما تيقول، هو ما عندوش غير الجرده، وخلاته يوصلها لدارهم ويجيبها، وخلاته يدير اللي بغا، ولكن يبغى ينتقم من المراه. كانوا عيالات تيتجمعوا في العشويه، قضيتهم العشويه راك معروفه وبقى في المدن التقليديه لحد الان، هما ان العيالات تيديروا العشويه عند فلانه، عاوتاني واحد العشيه عند فلانه، لما تيفوت الظهور تيمشيو رجال خدمتهم، العيال تيمشيو ديال الحومه عند فلانه تيقصروا لك العشويه وتيجيو سمينا العشويه وكل واحد مسمينا. ولات تديها معها لعند صحاباتها هي اللي ما كانش تديها مع عندهم، ولا تديها تقول لها عندنا واحد العشويه مع فلانه، وقالت لها الراجل، قالت لها راه قالت لي مرتك العشويات حنا ما تنديهاش، تمشي عند والديها، ولكن تبقى تمشي معايا، قال لها انت بحال اختها وبحال امها وبحال بقات تديها فيما تكون شي عشويه تديها معها. كاين بعض العشويات تيتجمعوا العيالات وتيحنيو، ذوك العشويات تكون شي وحده وجدات لهم الحنه تيحنيو. واحد النهار هذيك عرضت لها واحد المجموعه ديال العيالات، عرضت لها واحد 4 ولا 5 د العيالات نوبتها، هذيك مرة كبيرة، وعرضت على هذيك جارتها، حضرات ووجدت لهم الحنة، وجدت الحنة اللي بغات تحني، شادي تدير في يديها شوية، هذه في رجليها كذا كذا، شربوا قهوة، شربوا اتاي، ضحكوا كلاو داك الملوي داكشي اللي غادي ياكلوا، راك عارف ديال ديك الترديدة كما تيقولوا العروبية، ديك الماكلة ديال 4 ل5. قصرات هي من بغا يمشيو دوك العيالات ودوها مشاو، قالت لها جلسي انت ما تمشيش انت وحدنا فين غتمشي، جلسي معنا. خلات العيالات مشاو وقالت لها علاش ما بغيتيش دير الحنه؟ قالت لها ما قلتوا لي حنه ما حتى شي حاجه، ما عرفتش انايا، السم اللي تيحنيو عطيتيهم الحنه اللي هما حنه وانا ما عطيتينيش. قالت لها لا، جيتي لداري وانتي عايشه معايا وكذا وكذا، اليوم كل وحده نكته ديال الحنه، راكي شتي تمشيو ديروا خاطر ديري يديك غير هكا، غندير لك الحنه تجيك، انا اليوم غنحني لك، انا خلص لك دابا الحنه ونحني لك. دخلتها بهذه الطريقه ودوختها وقالت لها غندير لك الحنه كيما درت العيالات اللي مشاو. مشات للكوزينه ديالها تقول السيده وجبت لها الحنه، وحنات ليها وعمرت ليها رجليها بالحنه حتى الكعبه، وغطت ليها رجليها بالحنه، ونوت ليها واحد الزيف على رجليها كما تيديروا العيالات،
باش ما يخلوها تنجف، وقربت لها واحد المجمر حطات واحد رجليها، وجابت واحد النفخ، واحد الرابوز كما تيقولوا النفخ والرابوز، وبقات تنفخ تصوت، والاخرى تقول لها المجمر قريب ليا بزاف، قالت لها ما تخافيش. واحد الوقت تشعل المراه العافيه في رجليها، شعلت لها العافيه في رجليها، وشعلت داك الثوب اللي دار هذا، وشعلت العافيه بالجهد. الاخرى عاد ما دير شي حل، خرجت تتغوت بالعاني، خرجت تتغوت ويلات خواني، والاخرى شدت لها العافيه بالجهد، وشدت في ذاك الثوب، والمراه تضرب في رجليها، والاخرى ما عتقتهاش، مشات هكا. انا عيطت على الناس، ما عيطت على الناس، من بعد دخلوا شي عيات تما بالدرب، اري بطانيه اري كذا، طفيه ما طفي، المراه تحركت من رجليها. المراه جاو عيطوا لسات اسعاف، هزوا المراه داوها للسبيطار. لما داوها للسبيطار، لما تيحلوا ليها داك الشيء، تيشوفوا الرجل تحرقوا بجوج رجليها، تحرقوا بزاف رجليها، بقاو تيحيدوا. وكان في ذاك الوقت كما تيقول هو اغلب الاطباء كانوا فرنساويين، ذاك الوقت عراو لها رجليها، ولكن تعجبوا كيفاش هاد العافيه تشعل بهاد الجهد وتشد بهاد الجهد. شدوا بعض الشراوط اللي كانوا على رجليها، والمراه تيقولوا بنجوها كامله باش يحيدوا لها داك الشيء، وحيدوا لها داك الشيء، وتيشموا ريحه الدوليه بزاف، تيشموا ريحه ليسانس كاين في داك الشراوط اللي دورت على رجليها، ورجل المراه تكمشوا وتحرقوا، اي رجليها ولا عندها مستديمه. هنا عيطوا للبوليس، قالوا لهم ودي هذه ماشي حنه عاديه، حنا تنعرفوا اليوم العيالات تيديروا الدوليه الحنه بعد العيالات باش تخرج كحله، وهذاك الشيء راه خايب، راه ما مزيانش، راه تيأدي، راه كاين شي مرات تكون عندها الحساسيه الدوليه تتخلقوا لهم شي مشاكل قدر في رجليهم. جاو البوليس وجا معاهم هادشي ابو حسون الشريف ديالنا سي عبد السلام. ابو حسون جا، هو عامل الشرطه، جا وتيدير البحث. قالوا ليه دوك الاطباء، قالوا ودي هادشي راه غريب، هاد شوف شنو كاين هنايا، هنا راه كاين ايسانس، كاين ريحه الدوليه، ولكن دي برودوي هنا في هادشي هذا البرودوي هنا فلاماب ديال الشعل العافيه قابل للاشتعال، وباش تعرف الشعل العافيه بهاد الجهد، وشعلت في الحنه وشعلت داكشي راه بزاف. المراه بقات تما سبيطاليزي، هو مشى عند هذيك اللي لقاها تما في السبيطار، قال لها انت اللي حنيتي لها؟ قالت لي حنات عندي يا سيدي، وراه جابت هي الحنه، هي اللي جابتها. المراه لما فاقت البوليس يقول لها منين شتي هاد الحنه؟ قالت لي ما شفتش الحنه انايا، هي اللي حنات ليا، هي اللي وجدت لي الحنه، هي هنا العميد ديالنا قال لها شوفي بلا ما تبقاي تخربقي علينا، يلا معاكم للدار، مشيو معاك للدار، مشاو عندها للدار، تيلقاوها جامعة 3 ديال لي برودوي، جامعة الدولية وجامعة ليسانس وجامعة واحد المخور قابل للاشتعال، 3 ديال القراعي. القراعي كل وحده فيها قرعه بحال نقول غاز وليسانس والدولية باقي محطوطين عندها في الدار. منهم دارت كان لطراس ديال راس الحنه في كانت تخدم. قال انت اللي درتي؟ قالت لهم انا اللي درت، انا درت هذاك الشيء. علاش درتيه؟ هنا قبل ما يديوها من الدار وجمعوا داك المحجوزات يديوها للكوميساريه باش يشوفوا الاعتراف ديالها وتصنتوا ليها، دوزوها مره اخرى للسبيطار باش يواجهوها مع ديك المراه وهي ناعسه في السبيطار، ويشرحوا دوك الاطباء بانهم هاد الحوايج اللي عثروا عليهم داو داكشي اللي عثروا عليه. شافوا الاطباء قالوا هادشي راه تيتشعل فيه العافيه في 5 دقائق، اتفق عليه. المراه اكدت لي هذيك المراه المحروقه، قالت لهم هي اللي دارت لي هادشي، هي اللي جابت داكشي، هي اللي دارت لي الحنه. الاخرى قالت لي انا هي اللي درت لك الحنه، انا هذيك الحنه ما بغيتش تلقي من راجلي، بغيتي تاخذيه ليا، وليتي انت وياه تدخليني معاه تديري معاه وهي تنوض الدجا في السبيطار. الصنايعي ساق الخبار وراجلها ساق الخبار، وكانت العشيه وراجل ديك العشيه غيجي راجلها وساق الخبار وجا للسبيطار تيجري ودخل، ولكن دخل قبل الصنايعي. الصنايعي جا وما خلاوش يدخل، تيقول له سيدي راه مراتي هذيك، راه مراتي هذيك، ما تصحابش راجلها كاين تما. ولما دخلت تيقول مراتي، تفاجأ بالبوليس كاينين، تفاجأ براجلها كاين، تفاجأ بسيدها محروقه، بقى
بقى تيبكي وبقى تيغوت وبقى تيبكي، بقات تقول لهم سمعتوها سمعتوها تيقول في الباب ما خلوش يدخل، تيقول وانا مراتي سمعتوه راه معاها وتيجي معاها وكاين معاها وتيفعل معاها ومصاحب معاها وكذا 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 وكذا، ونوضت عليه واحد الضجه تما كثيره، مع ان ذاك الرجل بقى تيبكي ولكن ما قالش للبوليس انا قال لهم انا قلت مراتي في الدخله غير باش خلوني ندخل ديك العساسه خلوه يدخل، ولكن قال لهم انا ما عندي معها حتى شي علاقه، ما بيني وبين حتى شي حاجه، غير مراتي الشك ديالها دار هذه المصيبه. المراه تقول انا طلعت في السطح وشفتهم واحد النهار مع النقعه، وطلعت واحد المره شفتهم وتنصنت لهم وشفتهم كذا كذا وشفتهم كذا كذا. المراه الاخرى هي تتنكر تقول انا ما وقع لي حتى شي حاجه، انا ما بيني وبينه حتى شي حاجه، ما بيني وبينه والو. والاخرى انتقمت منها بالحنه اللي خدمت فيها الدوليه وليسونس والكاز، خلقت داك الشيء وقربت لها داك المزمر مزيان ومشات العافيه هربت. هي زمان البوليس من بعد كما تيقول ابن العميد عن العميد كما تيقول خرجت ماشي باش تعيط الناس ولكن باش تخليها تحرق، باش تخليها تحرق ورجليها ديالها هكاك سيده ما قدرتش تفرج رجليها بيديها. اش وقع في مراكش ملي يحاكموها وتيقول سي ابو حسون في ذاك الوقت دوزوها ركبوها على بهيمه وبقات يدوروها في مراكش، والناس مراكش ربما الان لانه تبين بان ديك المراه ما تبقاش تخدم رجليها، ما تبقاش تقد تنوض برجليها، ما تبقاش تقد تمشى برجليها، ولات عاهه مستديمه خرجت عليها، تحقق الثمن العظام ديال رجليها في الضوء ودوروها في مراكش عاد حاكموها. هنا لما هضر معايا شريف وقلت له تاكد لي عافاك من هذه القضيه ديال دوروها في مراكش، وراني واحد التقرير وصيفطوا لي بالواتساب تيقول بانه اليوم غادي نخرجوا باش غادي ندوروا بالمراه في جامع الفنا وندوروها بالاحياء اللي معروفه في ذاك الوقت، كانوا شي 4 احياء اللي معروفين، غادي ندوروها قبل ما نديوها للمحكمه، قبل ما نديوها عند القاضي ودوروها في مراكش كما دوروا بوحماره اللي كان راكم عارفين القصه بوحماره كما كانوا بكري كانوا تيدوروا شي واحد ذاك الزمان في الخمسينات وقبل الخمسينات كان شي واحد تيدير شي جريمه كبيره تيدوروه، اللي اليوم ولات مصلحه الجريمه اعاده تمثيل الجريمه كانت بحال تيدوروه، اليوم تلاحظوها اعاده تمثيل الجريمه بحال تيدوروه نيت. بكري كانوا تيدوروا على بهيمه وعلى رجليه والناس تيرجموه والناس تيقولوا هذا تيعيروه، ولكن اليوم راه باقا بواحد الطريقه اخرى، طريقه عصريه، هي واحد تيدير تمثيل الجريمه تيبان لك الواش شادينو ومعنقين وغادي يوريهم هما هي الشو هذيك، واخا هي راه في القانون ما كايناش ممنوعه، ما خصهاش تكون ما عندهاش ما يبررها في القانون. ديك اعاده تمثيل الجريمه من الناحيه القانونيه ما خصهاش تكون، من الناحيه القانونيه ما خصهاش تكون، ولكن هي تتهدأ الناس، لان واحد مثلا قاتل قتل في واحد الحي دري صغار ولا قتل واحد المراه ولا قتل كذا، الى البوليس داوه شدوه لقاو ليه القبض الدستوري دخلوا للمحكمه ودوزوه لما يديروا اعاده تمثيل الجريمه شي تيقول تشد شي تيقول ما تشدش، شي تيقول تشد شي تيقول ما تشدش، تيبقاو الناس خايفين، تيبقى الهلع منتشر. ولكن من تيجيبوه تما وتيوري كيفاش درتي لهم كتلقاو الناس واقفين البوليس وهذا ديك الشوهه تتردع المجرمين الاخرين اللي كانوا غيديروا شي حاجه وتطمئن عليها ذاك الجمهور اللي تيكون حاضر بعين المكان بان كان هناك ديك الشوهه راها ردات الاعتبار ذاك الضحيه، وبان الجريمه راه ذاك الجريمه المجرمات دخلوا ضربوه وراه تشوه باش شويه تطفى ديك العافيه ديال الجريمه وتتهنى القلوب كما تنقولوا. اذا انا تنقول إعادة تمثيل الجريمة واخا هي ما خصهاش تكون قانونيين، ولكن راها مزيانة، راها صالحة كيما هذه اللي دوروا على بهيمة حمار حاشاكم أو بغد دوروها في مراكش، حتى هذيك ملي تنخرجوا واحد يدير إعادة الجريمة راه تا هو تنخرجوا باش يتشوه نيت، باش يتشوه باش وحدين أخرين يشوفوا ديك الشوهة اللي مشوه وما طاحش لهم فكرة باش يديروا في عين اللي دار هو. الله يرحم السي العميد ابو حسون في هذه الليله هذه ديال رمضان، وهذو راه من المساطير القديمه، تنجبد لكم بعض المرات جديده وتكون قديمه لان الناس يتصلوا بيا وتنشكر الناس اللي يتصلوا بيا، بزاف الناس يتصلوا بيا وبزاف الناس يعطوني جرائم تيقول لي صد هذه الجريمه السي خراز، سواء اللي خدموا معايا سواء اللي ما خدموش معايا كانوا بغيو جواي اخرين تعطوني جرائم، وانا يا ماشي تنجي وتنطلق الجريمه تنبحث وتتاكد بان كان جريمه كاينه وموجوده سواء قديما او حديثا وعاد تنديرها.
نتمنى من الله هاد الحلقه ديالهم تعجبكم، وهو شر بركه، والله يصبحكم على خير.